هو انت ما سالتش نفسك هي ليه البونبونيه النعناع دي بتخليك حاسس بالبرد والانتعاش مع ان درجه حرارتها بنفس حراره الاوضه؟ لان دي اكبر نصاب بيضحك على جهازك العصبي كله. هستسمحك بس معلش تدوس لايك وتعمل سيف عشان نرجع نكمل. المنثول اللي جوه البتاعه دي بيخش على الخلايا العصبيه والحسيه اللي موجوده في بقك، وبيخش على بروتين معين اسمه TRPMA. البروتين ده بقى بيضحك عليه وبيتنصب عليه نصبايا باستخدام المنثول ده، لان البروتين ده هو المسؤول ان لو في برد عشان يحافظ على نفسه بيفتح فتحات او بورز بتوصل اشارات عصبيه للمخ فيحسسك بالبرد. المنثول ده بقى بيفتح الفتحات دي مانيوال، ما بيحتاجش برد، ما بيحتاجش اي حاجه، فانت بتحس بالبرد لانه هو اصلا بيخليها تفتح ويبعت الرسائل دي لمخك فتحس بالبرد. لكن الحقيقه الجو عادي خالص. الفكره ان الميكانيزم ده ما كانش واضح بالوضوح ده لحد ما العلماء استخدموا كاميرا وميكروسكوب دقيق جدا اسمه كرايو الكترون ميكروسكوب، وده اللي حرفيا بيوقف الزمن وبيجمد البروتينات في لحظه، فبيقدروا يصوروها ويشوفوها كل الخطوات اللي المنثول يفتح فيها الفتحات بتاعه البروتين ده وتوصل الاشارات بتاعتها للمخ. اكتشاف ان البروتين ده بيشتغل ازاي مهم جدا، لان البروتين العبيط ده متورط مع الالم المزمن والصداع النصفي وجفاف العين. عايز اقول لكم ان في قطره متوافق عليها من الFDA معموله لجفاف العين بتضحك على نفس البروتين ده بنفس الطريقه دي. اتمنى يعملوا علاج للموضوع ده عشان ما يضحكش عليه بالسهوله دي كل شويه.